الهروب العظيم. النهارده صحينا على خبر خارب الدنيا يا جماعه. امام عاشور هرب من النادي الاهلي. امام عاشور ما سافرش. امام عاشور اسمه نزل في القايمه مع النادي الاهلي، ولكن امام عاشور ما سافرش، والاهلي ما يعرفش اي حاجه وما بلغوش وما قالش ان عنده مشكله، ما فيش اي اعذار. والدليل على كده ان الاهلي فوجئ في المطار ان امام عاشور مش موجود وان هو مش هيسافر. طيب هل امام عاشور عنده مشكله مع النادي الاهلي؟ ايوه بالفعل امام عاشور عنده 3 مشاكل مع النادي الاهلي. تعال اقولهم لك عشان محدش هيقولهم لك غير انكل كيكو حبيبك. بص يا معلم، اول مشكله بانت في الماتش اللي فات لما امام عاشور اتغير ومحدش يتكلم عليها، ولكن امام عاشور كان باين ان هو متضايق، طريقته في الخروج ما كانتش لطيفه، شفناه وهو قاعد حاطط رجل على رجل ومتضايق، باين عليه. طيب ايه هي المشكله الثانيه؟ ان عنده عروض قويه جدا، 3 عروض، عرض سعودي وعرضين اوروبيين وارقام خياليه. طيب ايه هي المشكله الثالثه؟ ان امام عاشور عايز يتساوى بعقده، يبقى زيه زي زيزو زي تريزيجيه اللي بياخدوا اعلى فئه في النادي الاهلي. هل هي دي المشكله بس؟ لا، تعال اقول لك بقى. المشكله في وكيل امام عاشور اللي النادي الاهلي رفض التعامل معاه. مش هيسيب الموضوع بالساهل، هيفضل يلعب في دماغ امام عاشور. عايزين بقى نوجه لامام عاشور رساله مهمه جدا. بص يا امام، انت نجم ولاعيب جامد وما نقدرش نقول انك مش لعيب جامد، ولكن انت جيت مع الجمهور الغلط، جمهور النادي الاهلي، الاهلي ثم اي شيء تاني. انت لو لعيب كبير ما عندناش مشكله، انت لعيب كبير جدا، ولكن العقليه رديئه جدا جدا جدا، عمال تعمل مشكله واثنين وثلاثه. وانا فاكر لك المشكله لما تحديت النادي الاهلي ورحت اتعاقدت مع الوكيل اللي الاهلي رفض التعامل معاه، وبتعمل مشاكل من غير اي لازمه. يا عم انت نجم كبير، ولكن الاهلي كان عنده احسن منك بكتير جدا. امام عاشور لحد الان هربان، محدش يعرف عنه اي حاجه، محدش يعرف هو فين، محدش عارف يوصل له. الخطيب والاداره في النادي الاهلي مستنيين يسمعوا امام عاشور عشان يبداوا تقريبا، انا من وجهه نظري ان هم هيعملوا اقوى عقوبه في تاريخ النادي الاهلي. انا بقول لك امام عاشور نجم، بس هم يعملوا عليه اقوى عقوبه في تاريخ النادي الاهلي. امام عاشور لعيب جامد، ولكن ما نتعاملش بالعقليه دي مع النادي الاهلي. لا هتعرف تعمل ضغط لان الجمهور مش هيقف في صفك، الجمهور هيقف دايما في صف النادي الاهلي، ولا هتعرف تعمل مشاكل، ولا هتعرف تعمل اي حاجه مع النادي الاهلي. ليه؟ لان احنا بنتعامل 1+1=2. احنا عندنا الاهلي ثم اي شيء تاني، لعيبه كتير عدت علينا، مفيش اي مشكله بالنسبه لنا. امشي يا بيه، عايز تمشي اتكل على الله، احنا عندنا احسن منك وهناخد بطولات بيك او من غيرك، واحنا اللي عمالين ننجم فيك، وزي ما احنا بننفخ فيك وبننجم فيك، لا ممكن نجيبك الارض. واسال اللي قبلك. لحد الان مفيش اي قرار رسمي، احنا قاعدين مستنيين لما امام عاشور يوصلوا له ونبدا نعرف ايه اللي هيحصل. تمرين المستبعدين هيبين شويه تفاصيل، هنشوف القصه ايه، ولكن مستنيين رد قاطع من اداره النادي الاهلي، سواء امام عاشور ما سافرش بسبب الفيروس اللي في تنزانيا، لان امام عاشور قايم من مرحله صعبه جدا جدا، كان الفيروس ده كان ممكن يبطله كوره، ولسه مناعته ضعيفه شويه. بس اعتقد ان كان الكلام ده لازم يحصل الجهاز الطبي لازم يبقى عارف، لازم يبقى فاهم، لازم لو في مشكله. في ناس بتقول ان هو عنده المتحور الجديد وان هو تعبان. طيب ما بلغتش ليه؟ فجأة كده تقفل كل تليفوناتك، فجأة تختفي. قاعدين مستنيين وهنوليكم بالتفاصيل دايما. سلام.